اهلا وسهلا، صباح الخير. انا عادة الجمعة ما اسوي وصفات، اخلي يوم فري يعني او ما اطبخ فيه. بس اليوم جاي على بالي وصفة مرة لذيذة، وتعتبر الوصفة هذه من التسالي، حتكون شيبس. فانا اخذت الان 3 حبات بطاطس، المفروض 5 بس انا بسوي مقدار اقل. 3 حبات بطاطا وراح اسلقهم لين تستوي تماما. خلاص، فيلا اسلقوا البطاطا. راح نحتاج جهاز المطازيز اذا تعرفونه. الوصفة هذه عملها يشبه عمل قرص عمر اللي بسويه معاكم في يوم ما، قد يكون قريب جدا لأن مرة يحبون العيال، ولذيذ وخفيف. طعمها راح تسمعوا طعم زي الشيبس، تقدرين تحطين نكهاتك اللي تبينها. أنا بحط الجبن طبعا. مرة لذيذة وخفيفة وصحية لأن ما فيها أي زيت. اللي راح أسويه الحين، بشيل طبعا الجزء المحروق ما عليكم منه، وراح أهرسه باستخدام هذه. بهرسه مرة مضبوط، وبضيف عليه الإضافات اللي راح أقول لكم عنها بعد شوي. راح نحتاج جبن شيدر. بصراحة أنا كنت بستخدم جبن فريش بس طلع خربان للأسف، فمضطرة إني أستخدم هذا النوع. أنا ما أحب هذا النوع بس بستخدم، يعني ابشروا لكم علبة. أوكي، ابشروا لكم علبة. أنا راح أهرس البطاطا وأنتوا ابشروا الجبن. هذا شوفوا بنات، هرسته وحطيت معاه الجبن. بحط معاه ملعقة صغيرة نشا، وبحط معاه شوية ملح. على ال5 بطاطسات استخدمنا ملعقة صغيرة نشا أو ملعقة ونص صغيرة نشا، وملعقة صغيرة ملح، وعلبة كاملة جبن شيدر. هذا المقدار 3 حبات بطاطا بس. راح أعجنهم مع بعض إلى أن تتمازج المكونات كلها زي كذا. اللي عنده نكهات الجبن اللي تجي بودرة ممكن يحطها. هذا شيبس بالجبن. حابينه بالزعتر تقدرون تحطون زعتر، تقدرون تحطون كاتشب، تقدرون تحطون فلفل. في جزء انا احط فيه شويه فلفل. النكهه اللي انتم تحبونها، وفي نكهات جاهزه تنباع بودره حق البوب كورن تقدرون تستخدمونها. ابشركم اول حبتين استووا ناجحين. بكمل وارويكم كيف سويت. شوفوا بنات، حطيته في زي كذا، سويتهم كور صغيره مره قد الزيتونه او اكبر شوي. حطيتهم هنا وراح اضغط. شوفوا بنات، بتشوفونه زي كذا، ما عليكم ارجعي سكري وكملي وبيكمل معاكي مرة مضبوط. شوفوا مقرمش ولذيذ، طعم الجبنة مرة واضح. زي ما قلت لكم، اللي تحب تحط زعتر او اي نكهة ثانية تقدر تحط. بعلمكم الحين شلون تحطون الزعتر. هذول راح يكون جبن بالزعتر. حطيت الزعتر وبس، حطيتها كذا وبعد شوي بحطها في الآلة بس تخلص اللي فيها. ترى كمية 3 حبات بطاطس بالنسبة لي أنا مرة. وهذا اللي بالزعتر يا بنات. وراح اسوي لكم الحين بالشطة الحارة فلفل احمر بودرة بنفس طريقة الزعتر. حبيبي أسامة، جرب الزعتر، قول لنا ايش رايك بالشيبس. لذيذ حلو وصحي. يا سلام عليك، بألف عافية. هذا يا بنات حطيتها واسكرها واخليها تنضغط لحالها على راحتها.